يا جماعة، تعب العشرينات ولا ندم الأربعينات؟ فعلا لو طلعت لحد الأربعين ولقيت إن أنت معملش الكلام اللي أنا بقولك عليه ده هتندم أشد الندم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو انت متعرفش أنا مين، أنا اسمي أحمد إناوي وبقدم محتوى تطوير الذات. لو انت أول مرة تشوفني ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سن العشرينات وأنا في بدايتي العشرينات، قلت ايه المانع ان انا اصور لكم فيديو فيه نصايح لسن العشرينات، وبالمرة ادي نصايح لنفسي. اول ما تدخل العشرين كده الحياة بدأت بالفعل. خلاص انت اتحطيت في الموقف ده. سن البناء، مفيش بقى لعبة خلاص بتاعت ال14 وال13. خلاص انت اتحطيت، عديت العشرين او دخلت في مرحلة العشرين. فانت عليك انك تحارب وعليك انك تجازف. سن العشرين ده يا جماعة فيه طاقة جبارة، فيه قوة عقلية وطاقة بدنية، وعندك وقت فاضي. وزي ما بنقول عندنا اتعب دلوقتي عشان تستريح بعدين. في ناس بقى تيجي تقولك يا عمي ما احنا تعبنا وما استريحناش بعدين ولا حاجة. لا فعلا لو تعبت دلوقتي والله هتستريح بعدين. صدقني لو تعبت دلوقتي هتستريح بعدين فعلا. زي ما ياسر الحزيمي قال، كل ما كانت ضغطة قوية كل ما كانت القفزة عالية. فانت لو اشتغلت على نفسك في السن ده وضغطت على نفسك ودوست على نفسك، كل ما كانت القفزة قوية. اتعب دلوقتي عشان تلعب بعدين، لان انت فعلا لو لعبت دلوقتي مش هتقدر بعدين تعمل اي حاجة، مش هيبقى في وقت لأي حاجة. فانت في السن ده لازم تتعب على قد ما تقدر. ده سن البناء. شفت المبنى او العمارة لما بيجي يبنوها مش بيعملوا قاعدة كده من تحت بتبقى مليانة خرسانة ومليانة حديد؟ هي دي بقى القاعدة اللي بيبنوا عليها العمارة عشان تفضل عايشة الوقت طويل وما تقعش. فانت هكذا لو بنيت نفسك من البداية صح وتعبت على نفسك بعدين هتبقى في حتة تانية فعلا. اوعى تسوف، اوعى تضيع وقتك. انا كل حلقة بقولك اوعى تسوف، اوعى تضيع وقتك. الوقت أهم حاجة في حياتك. فخليني أقولك السن ده هو سن التجارب. سن التجربة، أنت بتجرب بس، أنت بتحاول تجرب بس. أنت بتجرب وتفشل، تجرب وتفشل. أنت لسه متعرفش أي حاجة عن أي مجال، أنت بتجرب بس، بتحاول تجرب في المجال ده. جه معاك جه مجاش بتركنه على جنب وبتشوف مجال غيره. معاك من 20 لحد 30 بتجرب بس، بتجرب وبتحاول. حتى في السن ده بقولك لو أنت معاك فلوس خاطر بفلوسك، لان انت مش خايف على حاجة. حتى لو ضاعت فلوسك كلها ايه يعني؟ انت مش وراك عيلة، مش وراك عيال، مش وراك اي حاجة تصرف عليها، انت لوحدك. فانت في السن ده معاك الفرصة انك تحاول وتجرب في كل الجوانب وكل النواحي. يا جماعة، تعب العشرينات ولا ندم الأربعينات؟ فعلا لو طلعت لحد الأربعين ولقيت إن أنت معملش الكلام اللي أنا بقولك عليه ده هتندم أشد الندم، وهتلاقي إن أنت معملش أي حاجة وعندك 40 و50 سنة ومضطر إنك تشتغل عند الناس برضو، معملش أي حاجة جديدة في حياتك. فانت عايز اقولك في السن ده اهتم بجسمك، اهتم بجسمك لان هو رأس مالك. اهتم بجسمك على قد ما تقدر. اهتم بتطوير نفسك، اتعلم لغة جديدة، اتعلم لغتين 3. في السن ده هتكون عندك فرص كتير، ركز على الفرص ومتخليش فرصة تروح منك. ركز على نفسك، عندك طاقة جبارة. اوعى تضيع الطاقة دي في الهلس والسوشيال ميديا والبنات. اشتغل بيها على نفسك علشان بعدين الطاقة دي مش هتبقى موجودة، صدقني. في ناس هتقولك يا عم ده لسه بدري، انا لسه عندي 20 سنة. يا باشا انت كل ما تبدأ بدري كل ما هتسبق الكل. المنافسة بقت قوية. يعني دلوقتي لسه في واحد متخرجش من الجامعة يقولك يا عم لما اتخرج هبقى اشتغل على نفسي واشوف ايه شغفي. طب انت هتستنى لحد ما تتخرج ليه؟ ما تشتغل بجانب الدراسة. يعني انت هتتخرج هيكون عندك 22 سنة، لسه هتشوف انت ايه شغفك؟ انت لسه مستني لحد ما تتخرج؟ المنافسة بقت قوية اوي صدقني. يعني شوف ايه مجالك وهتلاقي اللي احسن منك في مجالك، هتلاقي اللي اشد منك، هتلاقي اللي ضايف حاجة انت مش ضايفها. انا مش عايز اقولك قارن نفسك بغيرك، انا عايز اقولك ما تقارنش نفسك غير بنفسك بس، بنفسك السابقة. بس اللي عايز اقولهولك ان المجالات كلها بقى عليها منافسة. فلازم تكون مميز، لازم تميز نفسك. اتعب وانقذ نفسك من الفقر على قد ما تقدر. والسن ده انت لسه صغير، لسه الذاكرة بتاعتك بصحتك، تقدر تكتسب اي عادة وتبطل اي عادة. ما تجيش في سن ال30 تقول انا مش قادر ابطل العادة دي. ليه؟ ما انت عودت نفسك من سن ال20. يعني مثلا الصلاة دلوقتي تلاقي الواحد في سن ال30 ما بيصليش، فتقول له ما بتصليش ليه؟ يقول لك انا اصلا من وانا صغير ما بصليش. فانت لازم تصلي في السن ده.
لازم تعود نفسك انك تصلي. انا عارف انك في السن ده ممكن تحس بعدم الاستقرار النفسي والتشتت، بس ده شيء طبيعي لان انت قدامك طرق كتير قوي ومجالات كتير قوي، ومش عارف تبدأ هنا ولا تبدأ هنا. وبتفتح السوشيال ميديا تلاقي واحد في سنك اغنى منك بكتير ومعاه لامبورجيني ومعاه ماكلارين ومعاه مش عارف بوجاتي. طب ماشي، انت مالكش دعوة بيه، هو ليه ظروف تانية، هو ما تقارنش نفسك بحد، هو ليه ظروف تانية غير ظروفك. هو عايش في مجتمع تاني، عيلته بتساعده، يمكن انت عيلتك مش بتساعدك، عيلتك مش موجودة أصلا في دنيا تاني، فكل واحد وليه ظروف. بس اللي عايز أقوله لك إن لازم يكون عندك هدف كبير أساسي بتشتغل وتسعى له، واوعى تضيع عمرك على الفاضي لأن العمر بيمر. ما تقولش لا أنا لسه قدامي بدري، أنا لسه عندي 20 سنة. أنت ال10 سنين دول هيعدي في ثواني، وتبص تلاقي عندك 25 وبعديها تلاقي نفسك عندك 30 سنة وما عملتش أي حاجة. قلل من دايرة صحابك على قد ما تقدر عشان ما يضيعوش وقتك، وخلي اللي حواليك 3 أو 2 بس صحابك هم عندهم نفس الهدف بتاعك عشان يساعدوك انك توصل للهدف. وفي السن ده بالذات الواحد بيبقى مستعجل للوصول حرفيا، بيبقى عايز يوصل بأي طريقة. طب انت لسه ما عملتش حاجة. الحاجات العظيمة بتاخد وقت عبال ما تتبني، وفي السن ده بالذات لو ما اتحكمتش في حياتك وشهواتك انت هتضيع نفسك، هتضيع كل العمر اللي جاي. انت في السن ده لازم تبني نفسك صح. مش شرط اب ينصحك او ام تنصحك، انت انصح نفسك، اتعلم، علم نفسك. الحاجة بعد كده اللي عايز اقولك عليها ان في السن ده بالذات في ناس كتيرة قوي تبقى بتدور على الحب او على الارتباط او على الجواز. يقولك يا عم انا عايز اتجوز، يبقى عنده 20 سنة ويقولك يا ابني انا عايز اتجوز. يا عم لو انت معاك فلوس كتير خلاص اتجوز بمبلغ، وخلي المبلغ التاني افتح بيه مصلحة او دخله في استثمار. لكن لو انت في بداية حياتك وما تعرفش ايه شغفك وما معكش فلوس وما معكش اي حاجة، فما تدبسش نفسك وتتجوز، لان بعد كده هيكون معاك عيال وهيبقى ليك مسؤولية لازم تصرف عليهم. مش عايز اقولك ان الرحلة دي هتبقى سهلة، هي مش هتبقى سهلة خالص، هي هتبقى صعبة فعلا وهتقع وتقوم. بس عايز اقولك انك استمتع، استمتع وانت في الرحلة. حاول يعني حاول تستمتع حتى بالنصايب اللي بتجيلك كده، حاول تتقبل كل حاجة بروح كده، حاول. عشان لو ما عملتش كده عشان لو ما عملتش كده انت هتقع اصلا من اول قلم حرفيا. اخر حاجة عايز اقولها لك، وانت في الرحلة دي هتجيلك فرص كتير قوي تجيب لك فلوس، او فرص كتير قوي تشهرك، او فرص كتير قوي توديك في الحتة اللي انت عايزها. بس قبل ما تقرر انك تاخد الفرصة دي ولا لأ، انك تشوف هي ترضي الله ولا لأ. الحياة فيها فرص كتير قوي بس هتضيعها مقابل انك ترضي الله. عايز اقولك اوعى تقع قدامك اي فرصة لا ترضي الله او مالها حرام وترضى بيها، زي مثلا وانكس بت على سبيل المثال، او اولمب تريد برنامج التداول. عايز اقولك استخدم عقلك واستخدم دينك في الحاجات اللي زي كده. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. استنوني الحلقة الجاية ان شاء الله.